توجه المشاركون في احتفالات الطائفة اليهودية بهلولة حخام حايم بينيتو بالدعاء إلى الله عز وجل بأن يحفظ جلالة الملك محمد السادس وينعم عليه بالصحة والسعادة وطول العمر. C'est toujours avec beaucoup d'émotions. دائما وبكثير من مشاعر الصداقة يرفع الدعاء خلال هذا الحفل الديني الذي يعكس جزءا من ذاكرة المغرب، تلك الذاكرة التي عرفت كيف تحافظ على جميع مكوناتها الثقافية والتاريخية والروحية. لدينا ملك اسمه جلالة الملك محمد السادس، ولدينا إخوان مغاربة متواجدون معنا نطلب من الله أن يحفظهم، وهذه تقاليدنا منذ أزيد من 300 سنة نرفع خلالها الدعاء كل يوم سبت لجلالة الملك. أفراد الطائفة اليهودية أشادوا بحفاوة الاستقبال والتدابير المتخذة لإنجاح هذا الحفل الديني. أنا مغربي من وجدة وجئت من باريس وأحضر كل سنة، وإني لسعيد بالعودة إلى هنا. الحفاوة وحسن الاستقبال لدى المغاربة لا مثيل لهما. وفي أجواء احتفالية تم التأكيد على دور المغرب الرائد في حمل رسالة السلم والسلام وإرساء حوار الحضارات. لتستمر هذه الاحتفالات على نغمة الأناشيد والأغاني الوطنية.